اول مره احكيها يعني. مو بس كتله سائرون او فتح، بعد منو؟ اكو ضغوطات اخرى ضغطت عليهم من داخلية؟ اجل القبول بالسيد عادل عبد المهدي. داخليه لو خارجيه؟ داخليه. داخليه. نعم. مين هاي ضغوطات الشيخ؟ هسه اسمح لي، هذا الضغوطات حتى نجهض هاي الفكره اللي تحدثوا بها بعض السياسيين قبل ايام هنا بالبرنامج، قالوا انه المرجعيه هي اللي اقترحت السيد عادل عبد المهدي على الفتح وسائرون وراحوا قبلوا به. نعم. المرجعيه. نعم. اها. نعم يعني سماحة آية الله السيد محمد رضا السيستاني كان له دور فاعل في هذا الأمر، وكان اعتبروه كرئيس وزراء تسوية. تعرف الوضع أصبح مربك بشكل كبير في تلك المرحلة، يمكن يساندني بالرأي. نعم صح. أصبح مربك بتلك المرحلة. السيد عادل عبد المهدي كان يعني مستقيل سياسيا، يعني شبه مستقيل سياسيا، 2.5 هو بعيد عن المشهد السياسي، لكن أصبح رئيس وزراء تسوية. وأنا قلت في تلك اللحظة، قلت أن الأيام القادمة سوف يدفع العراقيين ثمن كبير لوجود السيد عادل عبد المهدي، كون أنه الرجل أيضا رجل في عمر صعب، يعني رجل يوصل إلى